كان عنده فحوصات مش كويسه ومحتاجنا ناخد علاج لحد ما تظبط وبعدين ندخله نعمله العمليه. مطلع لي اشاعه وبيقول لي والله طب طمني على الاشاعه دي، انا عامل مقطعيه على شرايين القلب وعايز اطمن عليها. شوف انت بتتوه نفسك لانه انت تعبان، والا ما كنتش عملت الاشاعه. الوصول لتشخيص وحط خطه علاج لمريض عباره عن بازل لغز، عباره عن اجزاء، كل جزء احنا بنعمله بيوصلنا لاستكمال الصوره. يعني الكشف التاريخ المرض اللي المريض بيحكيه ده بيجيب جزء، الكشف على المريض وسمعان صدره بالسماعه بيكمل جزء، الفحوصات اللي بيعملها بتكمل جزء، العلاج اللي خده واستجابته للعلاج بتكمل جزء، لو عمل قسطره او جراحه سابقه ايه نتائجها وايه اللي رجع فيها ورجع في انهي مكان، وهل رجع جوه الدعامه نفسها ولا في مكان تاني. بيكمل الصوره العامه للتشخيص. التشخيص ده جزئين، ايه المرض اللي عندنا والاهم منه ايه السبب اللي جاب المرض ده. فعلاج المرض من غير ما نعالج السبب ملوش قيمه. ليه بحكي لكم الكلام ده؟ عندي مريض كان جاي مع حد بيكشف، بعد ما خلصت كشف على المريض اللي هيحتاج قلب مفتوح وهيعمل جراحه، وانا فهمت كل حاجه وهيخلص حاجته ازاي وهيتحضر ازاي وهياخد علاج ايه لحد ما العمليه تيجي، ويعمل بقيه الفحوصات امتى عشان كان عنده فحوصات مش كويسه ومحتاجنا ناخد علاج لحد ما تظبط وبعدين ندخله نعمله العمليه. المرافق بتاعه تقريبا ابنه او ابن اخوه مطلع لي اشاعه وبيقول لي والله طب طمني على الاشاعه دي، انا عامل مقطعيه على شرايين القلب وعايز اطمن عليها. شفت الاشاعه لقيتها نورمال، قال لي ما انا عرضتها على دكتور قبل كده وقال لي ما فيهاش حاجه، فانا برضه قلت اخد رايك. قلت له بص حبيبي، انت بتتوه نفسك لانه انت تعبان، والا ما كنتش عملت الاشاعه. طب انت رحت مين اللي طلب الاشاعه؟ قال لي دكتور الشغل. قلت له طب حضرتك رجعت له تاني؟ قال لي لا. قلت له طيب افهم بس، هو انا ما ينفعش اخد قرار ولا اقول لك ايه الصح اللي يتعمل من غير ما اكمل صوره كامله عن المرض بتاعك. لازم اكشف واسمع تاريخ مرضي وابدا خطه علاج وادي علاج واتابع العلاج واشوف اتحسنت عليه ماشي، ما اتحسنتش ماشي. لكن انت تديني جزء من الصوره اللي هو الاشاعه بس وتاخد رايي وبعدين تقول ما انا عرضت الموضوع على الدكتور احمد الوكيل والدكتور قال لي لا تمام ما فيش مشكله الاشاعه حلوه فانا تمام، امال انا تعبان ليه؟ هو الاشاعه دي جزء صغير، فالجزء ده تمام، لكن بقيه الصوره ايه؟ ما ممكن تكون التابلو كله مكسر بس انت جبت لي الحته، سلطت لي الضوء على الحته الوحيده السليمه في التابلو، فانا مش شايف الصوره. فقلت له يا اما حضرتك ترجع للطبيب بتاعك وتكمل معاه، يا اما تبدا معانا احنا علاج من الاول وبعد ما يعني تمشي معانا فهندي علاج، فتحسنت العلاج تمام، ما تحسنتش مش تمام. برضو كان عندنا مريض تاني عامل قلب مفتوح معانا من 4 سنين، اتحسن جدا ومشي وبقى تمام. من قيمه 3 4 شهور تعب، بدا يروح لدكاتره تانيين ويلف ودخلوه في قسطره ومحتاج عمليه وما اعرفش ايه. لما لقى الموضوع كبر جالي قلت له طب انت ما جيتليش ليه تتابع معايا؟ بصيت على الحاجه اللي معاه لقيت دي مضاعفات عاديه جدا بعد اي جراحه وحلها شويه علاج بسيط والموضوع هيخلص، مش محتاج كل القصه اللي هو بيعملها دي. فيا جماعه ارجوكم لو معاك طبيب انت واثق فيه ومكمل معاه، اسمع منه للاخر وتابع المرض وتابع العلاج وتابع تطور الاعراض، ده لمصلحتك انت. الف سلامه.